السلام عليكم البنات. انا دايه بنتي للطبيبه البنات كيحرقها الجرح بزاف. هذيك الرجيله اللي صورت معكم في الفيديو السابق راه كتحرقها بزاف بزاف البنات. ما عرفتش شنو هو السبب. انا شكيت في الاركول اللي درت لها، ولكن الله اعلم. انا دابا دايها السبيطار في الليل، وغادي يدوز عليها الطبيب وهو غادي يقول لي شنو هو السبب. البنات الا قدرت نصور لكم عند الطبيب في السبيطار راه غادي نصور لكم وغادي تشوفوا معايا كلشي بعينيكم. ما قدرتش نصور لكم، راه فاش غادي نرجع للدار غادي نصور لكم وغادي نقول لكم شنو قال لي الطبيب وشنو هو السبب اللي خلى الرجيله ديال بنتي ما تبراش في الساع وكتحرقها بزاف. صباح الخير خواتاتي صحباتي ميماتي، كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا البارح كيف ما شفتوا معايا كنت ديت بنتي للسبيطار، ديتها ايرجونس البنات، لانه كان يحرقها رجلها بزاف بزاف البنات. ما عرفت ما ندير لها، ما تخلينيش نقيسها لها ولا ندير لها الدواء ولا حتى شي حاجه. كيف ما كتعرفوا راه ممنوع تصوروا في السبيطار، ممنوع منعا كليا انك تجبدي التليفون. صافي فاش رجعنا للدار المهم الطبيب عقم لها الجرح بالدواء الحمر البنات. كنأكد لكم بالدواء الحمر عقم لها الجرح، دار لها واحد البونطه مركه لي الدواء اللي نديرو لها. انايا الراجل غادي راه شراه لي اليوم وجابوا لي. يلا انايا فقت لانني نعست روطار. يلا فقت يلا نتمنعس، وجدت واحد القهوه كحله قاصحه باش نقدر نفوت النهار ديالي فايقه. بنتي كيف ما كتشوفوا البنات وجدت لها هيرنيس مع الحليب، لان هي ما كتشرب ليش الحليب في البيبرو. وهذا هو فطوري معكم البنات، قهوه كحله مع الحريشه، وغادي نفطر انا وبنتي وغادي نوريكم البنات الرجيله ديالها كي صبحات. الحمد لله راه واخا نعست البارح فاش جبتها من عند الطبيب، نعسات وليت فاق. نعست انا واحد شويه وفقت وعريت لها الجرح، الحمد لله لقيتو شويه لاباس. ها هي البونده اللي دارها لها الطبيب البنات، وهنايا كان دار لها الضوء الاحمر. ها هي بنتي دابا الحمد لله واقفه على الرجيله ديالها. غادي نحل خواتاتي البونده قدامكم. راه حليتها لها في هذا في جويه نقولوا شي 5 الصباح هكا، حليتها وطليت لها على الجرح وليت رجعتها لها. ودابا عاوتاني غادي نولي نحلها قدامكم البنات، وغادي ندير لها الدواء قال لي الطبيب ديري لها غير بيافين، يعني ديك بيافين اللي كان مركالي من قبل قال لي غير هي ديريها لها فقط. والسبب البنات اللي خلى الرجيله نتاع بنتي كتحرقها بزاف هو لاركول. لانه انا الطبيب ما مركليش لاركول، مركلي بيافين. فاش مشيت للفارماسي انا نشري بيافين، قلت لها بغيت نعقم الرجيله نتاع بنتي، قالت لي عقمي لها بلاركول. صافي عطاتني لاركول وعطاتني القطن، جيت بقيت نعقم لها بلاركول كل نهار كنعقم لها بلاركول. صافي البنت ديالي داك الجرح بقى كيحرقها بزاف وبقى يتبوق. هنايا راه كانوا عندها القشرات مبوقين وتحيدوا الصباح فاش حيدت لها هذيك البونده، تحيدوا هذوك الجلدات كاملين تحيدوا. وها هو الجرح نشف سبحان الله فاش دار له الدكتور الدواء الاحمر. نشف هذاك الجرح. مركه لي هذه البنات، هذه راه مركها لي خويتها لها كامله فاش حيدت لها البونده مع الفجر ولقيت هذيك الجلدات حيدات. خويتها لها كامله البنات على الرجيله ديالها. هذيك ميديكاسول قال لي الدكتور كتحيد لها السيكاتريس، يعني ما تخلي لهاش المرة في الرجيله ديالها. وهذه بيافين قال لي ديريها لها في النهار. ايوا هنا خواتاتي دزت باش نوجد الغدا ديالي انا وليداتي البنات. كيف ما تشوفوا معايا راه شفتوا معايا راه ما فقتش بكري، فقت روطار. شنو غادي ندير لهم البنات؟ غادي نفور لهم الراس راني قاسمه على جوج شكاير، غادي نديرو كامل البنات. غادي نفورو لهم وغادي ندير الطريقه ديالي معكم، غادي نشاركها معكم البنات. طريقه سهله وزوينه وبسيطه البنات. كيجي هذاك الراس ديال الغلمي كيجي هشيش، كيجي هشيش ولذيذ البنات، ما تشبعوش منه. ما فيه حتى شي حاجه البنات، ما فيه لا قزبر حبوب ولا قزبر خضر ولا عطريه ولا حتى شي حاجه. المهم فاش نتوما كتكونوا تاكلوا الراس مفور كتاكلوا كتمضقوا البنه نتاع الراس، ماشي البنه نتاع العطريه ولا شي حاجه. شنو كندير معانا البنات الراس فاش كنفورو؟ انا كندير معاها البنات البصله، كنقردها. كاين اللي كتقسمها على 4 وكتحطها، المهم كيف ما بغيتي. بغيتي تقسميها على 4 وتحطيها قسميها على 4 وحطيها، بغيتي تقرديها قرديها. انا البصله كنقردها. هذه الخابيه ديالي البنات فين ما مشيت كنهزها معايا. مشيت للصاله نديها نحطها في الطبله، جيت للكوزينه كذلك، هنا البوطاجي فين ما مشيت نديرها معايا. المهم هنايا فاش كنت نوجد الفطور البنات روانت الدنيا، لانه يدهنا ويدلهيه يدهنا
ويد ليه كنشوف بنتي مالها الا بكات ولا نخافها لا تعتر ولا تطيح ولا على حساب الجرح ديالها باش ما يحرقهاش. المهم غادي نجمع الدنيا من هنايا فين غادي نوجد الغدا ديالنا. ايوا فاش نوجد الغدا عاد هذيك الساعه غادي ندوز نغسل الماعن ونقي البوطاجي ديالنا. المهم نوجد الغدا ونخليه يطيب باش هكا نتغداو. نتغداو هذا في الوقت البنات. المهم هنايا كنمسح طاولة العمل فاش باش نخدم فيها نقية. وغادي نحط هذاك الراس ديالنا اللي جبدته. ونجبد القدرة ديالنا البنات. وكيف ما قلت لكم البنات هي الملحه محطوطه حدايا غادي ندير فيه الملحه وندير فيه بصيله مشلضه. وغادي تشوفوا كيفاش غادي ندير نسد عليه باش هكا غادي يطيب في الساع. وهو اصلا البنات الخروف راه عندنا صغير وفي الساع كيطيب الخروف فاش كيكون صغير راه كيطيب البنات في الساع ماشي كما الراس البقري ولا الا كان الحولي كما نقولوا سداسي كبير ولا. المهم هذا راه الخروف البنات راه صغير. ها هما هاد الشكاير هادو بجوج البنات راه غادي نديرهم في هاد القدره هادي. غادي ندير فيها الماء والكسكاس غادي ندير فيه هذاك الراس. ها نتوما كلشي كتشوفوه معايا بعينيكم. وغادي نستف هنايا هذاك الراس. غادي نزيد عليه هذيك البصله مشلضه وغادي نرشو بالملحه. الملحه بغيتو تخليوها حتى كيطيب الراس وعاد كل واحد يدير الملحه على حسابه. لكم الاختيار. بصح انا البنات كنبغي نرشو هنايا بالملحه باش هذيك الملحه كتدخل في هذاك الراس وكيعطي البنه. صافي البنات. وغادي نرش عليه ديك البصيله وغادي نغطيه بالغطايه ديال الكوكوط لانه ما عنديش الغطايه ديال القدره. ونزيد عليه واحد الشكاره بلاستيك غادي نزيدها عليه باش هذا باش ما يخرجش النفس نتاع الطياب نهائيا. داك البخار ما يخرجش كيبقى غير تما. ما غادي لا نقلبو لا نحلو لا نركب عليه لا حتى شي حاجه. غادي نحطو غادي نغطي عليه ونحطو على البوطه ونخليه يطيب. وعارفه الوقت ديالو يا البنات الوقت ديالو راه نص ساعه ساعه يكون طاب على حسب الخروف اللي عندكم واش كبير واش صغير. المهم كاع انا كنخليه ساعه كنديرو نبدا به هو الاول وكنساه ساعه كنعطيها له كيطيب. ولكن القدره البنات تعمروها بالماء يعني ماشي تعمروها حتى الفم ولكن ديروا فيها النص الكبير ديال الماء باش ما تنشف لكمش ولا تبقاو عاود تزيدوا الماء. هنا البنات شويت البرانيه باش نديرها هكا في طبيصلات الصغار نقدمها مع الراس ضروري يا البنات. اما كنقدم معاه البرانيه هكذا مع المطيشه ولا كنقدم معاه الفلفله يعني زعلوك ضروري ولا شلاضه اللي كتعرفوا شلاضه المغربيه ديالنا. هنايا البنات فاش كنشوي يا الفلفله يا البرانيه اللي كنشويها البنات كنديروا في هاد الساشيه هادي وكنغلق عليها. هنا هذاك السخونيه ديال البرانيه ولا ديال الفلفله كتولي عليها. وفاش كنبغي نقيها كتجيني التنقيه ديالها سهله. في الساعه كتحيد لي القشره ديالها في الساعه كتحيد. كنقرد عليها المطيشه كنزيد عليها الثومه كنعطرها ونقومها وكنديرها البنات كطيب. وكنبقى نمعسها بالفرشيطه نمعسها مزيان حتى كطيب مزيان. وكنحطها في طبيصلات صغيرون وكنقدمها. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هو دابا راه ها هو خواتاتي الغدا ديالنا وجد والراس ديالنا اللي فورناه وجد. كذلك البرانيه ديالنا البنات اللي صاوبناها زعلوك راها وجدت حطيتها في طبيصلات. وهو هذا الراس ديالنا هنايا راها البنات ولا زبده شتو الراس ولا زبده. درت فيه الملح